السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في جدال ونقاش على مرشحين الرئاسة، مرشحين انتخابات الرئاسة. ومين قنوات بره بتدعمه، أو ناس طلعت على الهوا زي الدكتور حلمي الجزار، وقال احنا مثلا اللي احنا شايفينه هو مجرد كلام أو تلميحات، ولكن التلميحات ما بتجيش من فراغ، ده ورق مترتب. ما ينفعش اننا نطلع على الهوا نقول لا، ده هو عارف هو بيقول ايه. وبالنسبة للوضع الشارع المصري او الشعب المصري، او رأيي انا شخصيا كمواطن مصري، وده حقي طبعا، ففي كلمتين هنقولوهم يا جماعة ونسمعهم مع بعض، واللي يعجبه الكلمتين ويعجبه الفيديو يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس ويعمل لايك للفيديو، واللي ما يعجبوش الفيديو يشكر على مشاهدة الفيديو. نسمع الكلمتين مع بعض. يا حلو قول مين أهلك، شوف قبل منك مين هلك، خدعوك وقالوا ابنهم، الكذبة دي مين قالها لك، ازاي تصدق كذبهم، ده بحور خيانة وغدرهم أسرع من الريح والهوى، وآخرك يضيع مع أولك، يا حلو قول مين أهلك. عندك عقيدة مسلمة لناس قلوبها معتمة، والحقد بيزيد لو لقوا بلدنا يوم متقدمة، يفتكروا اننا نسيين، صدقني ده احنا مركزين، وكمان قلوبنا على يقين، والوضع ده راح يوحلك، يا حلو قول مين أهلك. دول كشفوا ورقك على الهوا، جزار ونص المحتوى، إنك صحيح من صفهم، من الفؤاد إلى الهوى، ذكر في نص ومعترف، وكمان في توقيت محترف، مدين إيديهم للسلام. أنا فيه سؤال عايز أسألك، إزاي وقتل تورطوا وطلعوا بره وخططوا وباعوا أسرار الوطن لناس هتيجي وتقتلك، يا حلو قول من أهلك. معقول تسيب نفسك كده مع ناس لصفقات مغرضة بتبيع وتشتري في الوطن؟ دي خيانة واضحة مؤكدة. ازاي معاهم نصطلح وبأي علم ومصطلح نصالحوا أعداء الوطن بالوهم دايما أو حلك، يا حلو قول من أهلك، شوف قبل منك مين هلك. اصحى الكلام يا محترم، فيه بره صفقة بتتبرم مع ناس لتدمير الوطن، بيقولوا أصحاب الهرم، عايزيننا ليهم يوم رعاع بسبب عميل للأرض باع، ولادها يحموها بالدراع، وقول لي مين هيوصلك، يا حلو قول مين أهلك، شوف قبل منك مين هلك. اللي يعجبه الفيديو يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس ويعمل لايك للفيديو. وكان معاكم فكري السيد في كلمتين في حب مصر، وده حقي كمواطن مصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.